في كلام واقاويل بتتردد ان في احتماليه ان مارسيل كولر يغير في التشكيله بتاعته في مباراته النهارده قدام بطل امريكا في كاس العالم للانديه. انا وجهه نظري ان ده مش هيحصل تماما. الراجل هيعتمد على نفس الاسلوب ونفس الطريقه اللي اشتغل بيها الماتش اللي فات قدام اوكلاند سيتي، وقدر ان هو يحقق مكسب كويس ومكسب مرتاح، واشتغل 4-3-3 وقدر ياخد المردود الفني والبدني والخططي من اللعيبه داخل ارضيه الملعب اللي يريحه كتير عشان يبني عليه بشكل ايجابي خلال الماتشات اللي جايه. مباراته قدام بطل امريكا هتكون اكثر صعوبه من مباراته قدام اوكلاند سيتي. هيلعب 4-3-3، محمد الشناوي بشكل طبيعي جدا، محمود متولي ومحمد عبد المنعم. هيلعب بمحمد هاني ناحيه اليمين، ناحيه الشمال علي معلول، وثلاثه في وسط الملعب اليو ديانج ارتكاز، على يمينه حمدي فتحي، وعلى شماله عمرو السوليه، وهنا طبعا حسين الشحات، وناحيه الشمال احمد عبد القادر. والاختلاف الوحيد اللي ممكن يحصل ان ممكن الراجل هنا يلعب بدلا من محمد شريف يدخل بيرسي تاو ويلعب بمهاجم وهمي